إذا مو أنت افتحي شنطتك. والله العظيم والله العظيم وانا صدقني. افتحي شنطتك وارجيني شو فيها. معلم انا شفتها حطت الكفه بشنطايتها. انت وحدك كذابه. إذا كذابة افتحي الشنطة لحتى نصدقك. ليش موقف الآلات يا رامي؟ يا شباب يلا كل واحد على آلته يلا. أستاذ لطمة بنت سرقة كلفة. مين هي؟ اسمها وجدان. حرامية واسمها وجدان، تخيل يا معلم. تعالي لهون يا بنت. بسرعة. معلم صار لي ساعة عم اقول لها افتحي الشنطة وما عم تقبل، وروان شافتها بعينها وهي عم تخبي متر التنتن، وهي مسكناها اليوم. بقى شوف قديش سارقة، يعني إذا بتعمل حسبة بسيطة بتلاقي كل يوم متر، يعني 6-7 آلاف ليرة بالشهر يا معلم. جيبهم ونحولنا على المكتب. روان تعي، وانتي امشي قدامي، ويا ويلك تشيلي شيء من الشنطة وتكبيه قدامي. يلا يا شباب كله على شغله، يلا. يلا يا شباب يلا. معقولة؟ قول شو معقول لا تستبعد. استاذ رامي خذ روان واستنوني برا لنادي لكم. حاضر معلم. مشانك كانت بنت بأول عمرها راح تتبهدل وتروح على السجن قدام الناس. بتصور لو فكرت هي الصبية إنه حقك راح يكون سمعتها كانت أكيد فكرت قبل ما سرقتك. لك يا بنتي متر تنتنة أو أي شيء تاني بيشبهه ما قبيل سمعتك بتصور إنه الصفقة خسرانة ما هيك؟ رامي يا رامي. حاضر معلم. جيب البنت وتعال. روان يا بنتي احيانا الواحد بيغلط وما بيشوف صح، العين خداعه، كنا رح نظلمها لزميلتك. بس معلم انا متاكده انا ما عم اقول انك عم تكذبي لا سمح الله، بس عم اقول انه احيانا الواحد بترقى له شغلات ما تكون حقيقيه. الله يرضى عليكي، اللي بدي اياه منك تعتذري من زميلتك قدام البنات وتقولي انك كنتي غلطانه. بس انا مو غلطانه. ارجوكي، أنا ما عندي حدا بالمعمل بيسرق، كلياتكم أولادي وأنا أولادي مربينهم منيح. حاضر معلم. تصرف يا أخي. حاضر معلم. تفضلوا. وجدان قربي يا بنتي. تاني مرة إذا بتحتاجي أي شيء بتقولي لي وأنا بقدم لك إياه هدية.